أرقام مجنونة وأموال لا تعد ولا تحصى أصبحت تدفع في كرة القدم وفي صفقات وانتقالات لعيبة كرة القدم من نادي إلى آخر، وأيضا في الرواتب. لكن في هذا الفيديو سنتحدث عن أغلى 20 انتقال في تاريخ كرة القدم حتى الآن، من اللاعب العشرين إلى اللاعب الأول. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لدعم القناة ولنشر المزيد من الفيديوهات الممتعة. في المركز العشرون لوكاس هرنانديز. اللاعب اشتراه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من نادي بايرن ميونخ الألماني في صيف 2023 في قيمة صفقة بلغت 50 مليون يورو. المستوى ناجح حتى الآن ومستقر للاعب ويعتبر من مشروع باريس سان جيرمان الحالي. اللاعب 19 راسموس هويلوند. اللاعب اللي انتقل من أتلانتا الإيطالي لمانشستر يونايتد الإنجليزي في صيف 2023، صفقة قيمتها المادية بلغت 75 مليون يورو. اللاعب قدم مستوى مستقر إلى حد كبير بعد انضمامه لمانشستر. اللاعب رقم 18 داروين نونيز. انتقل من بنفيكا البرتغالي لليفربول الإنجليزي في صيف 2022 في صفقة قيمتها بلغت 75 مليون يورو. الصفقة ناجحة بشكل كبير، واللاعب ساهم في حصول نادي ليفربول على الدوري بعد انضمامه للفريق. اللاعب رقم 17 نيكولاس بيبي. اللاعب اللي انتقل من نادي ليل الفرنسي إلى أرسنال الإنجليزي في صيف 2019 في صفقة قيمتها المادية بلغت 80 مليون يورو. تعتبر صفقة فاشلة، اللاعب لم يقدم المستوى المطلوب وغادر الفريق بعد فترة قليلة. اللاعب رقم 16 أوريلين تشاوميني. اللاعب اللي انتقل من موناكو الفرنسي إلى ريال مدريد الأسباني في صيف 2022 في صفقة قيمتها المادية بلغت 80 مليون يورو. صفقة تعتبر ناجحة بشكل كبير، اللاعب في التشكيلة الأساسية في ريال مدريد ويعتبر ركيزة أساسية في خط وسط الفريق. اللاعب رقم 15 المدافع هاري ماغواير. في صفقة تاريخية للاعيبة المدافعين بعد انتقاله من ليستر سيتي الإنجليزي لمانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة قيمتها المادية بلغت 80 مليون جنيه استرليني. يعتبر من أفشل الصفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي، واجه انتقادات كبيرة جدا، واعتبروا جمهور الدوري الإنجليزي في كل مكان في العالم من أفشل صفقات المدافعين في التاريخ. اللاعب رقم 14 برونو غيمارايش. اللاعب اللي انتقل في هذا الصيف، صيف 2026، من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لأرسنال الإنجليزي في صفقة قيمتها المادية بلغت 87 مليون و500 ألف يورو. يعتبر تعزيز كبير لخط وسط أرسنال، وسيتم الحكم على نجاح الصفقة من فشلها من خلال مستوى اللاعب في الموسم القادم. اللاعب رقم 13 أنطونيو. اللاعب اللي انتقل من أياكس أمستردام الهولندي لمانشستر يونايتد الإنجليزي في صيف 2022 في صفقة قيمتها المادية بلغت 95 مليون يورو. اللاعب لم يقدم المستوى المطلوب وواجه ضغوطات كبيرة، وتهاجم من قبل في المدرجات من جمهور مانشستر يونايتد. صفقة تعتبر فاشلة بالنسبة للمبلغ المدفوع. إيدن هازارد هو اللاعب رقم 12. هازارد اللاعب اللي انتقل من تشيلسي الإنجليزي لريال مدريد الأسباني في صيف 2019 في صفقة قيمتها المادية بلغت 100 مليون يورو. صفقة فاشلة بكل المقاييس، أداء باهت في الملعب، إصابات متكررة بشكل غريب وغير مبرر. تعتبر من أفشل صفقات ريال مدريد في التاريخ بالنسبة للمبلغ المدفوع. جود بلينغهام. اللاعب رقم 11 انتقل في صيف 2023 من صفوف بروسيا دورتموند الألماني لصفوف ريال مدريد الأسباني في صفقة قيمتها المادية بلغت 100 مليون يورو. ودلوقتي هنروح للتوب 10، أغلى 10 لاعبين في تاريخ سوق انتقالات كرة القدم. هتسمع أرقام أنت لا تتخيلها، وأنا أيضا أتمنى أن أرى لايكات واشتراكات على القناة لا أتخيلها بعد هذا الفيديو. الاشتراك في القناة مجانا يا صديقي، لا يكلفك أي شيء لكن يدعمني كثيرا. شكرا لك مقدما. اللاعب رقم 10 عثمان ديمبلي. اللاعب اللي انتقل من بروسيا دورتموند الألماني لبرشلونة الأسباني في صيف 2017 في صفقة قيمتها المادية بلغت 105 مليون يورو. بالرغم من الإصابات الكثيرة، لكن اللاعب ساهم مع برشلونة في تحقيق بعض الألقاب المحلية، وكان مستواه مقبول إلى حد كبير في معظم الأوقات اللي كان بيكون مستقر فيها في الملعب. اللاعب رقم 9
روميرو لوكاكو، اللاعب اللي انتقل من انتر ميلان الإيطالي لتشيلسي الإنجليزي في صيف 2021 في صفقة قيمتها المادية كانت قياسية، بلغت وقتها 115 مليون يورو. اللاعب لم يقدم أي شيء لتشيلسي ويعتبر من أفشل صفقات الفريق، وتم التخلص منه عن طريق الإعارة مرة أخرى للأندية الإيطالية بعد فترة قليلة. اللاعب رقم 8 ديكلان رايس، اللاعب اللي انتقل من ويست هام يونايتد الإنجليزي لأرسنال الإنجليزي في صيف 2023 في صفقة قيمتها المادية بلغت 116 مليون جنيه استرليني. اللاعب رقم 7 الموهبة الشابة إليوت أندرسون، اللاعب اللي انتقل في هذا الصيف صيف 2026 من نوتنغهام فورست الإنجليزي لمانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة قيمتها المادية بلغت 116 مليون جنيه استرليني. منتظر منه الكثير في الموسم القادم. اللاعب السادس مورغان روجرز، أيضا من انتقالات هذا الصيف صيف 2026 انتقل من أستون فيلا الإنجليزي لتشيلسي الإنجليزي في صفقة قياسية قيمتها المادية بلغت 117 مليون جنيه استرليني. التوب 5 أغلى 5 لعيبة في سوق انتقالات كرة القدم في التاريخ. اللاعب رقم 5 أنطوان جريزمان، اللاعب اللي انتقل من أتلتيكو مدريد لبرشلونة في صيف 2019 في صفقة قيمتها المادية بلغت 120 مليون يورو. جريزمان لم يقدم المستوى المطلوب مع برشلونة وتم الهجوم عليه من الجمهور واعتبروا مستواه هابط بشكل كبير، ورجع لاحقا لصفوف أتلتيكو مدريد بعد فشله رسميا. الصفقة رقم 4 إيزو فرنانديز، اللاعب اللي انتقل من بنفيكا البرتغالي لتشيلسي الإنجليزي في شتاء 2023 في انتقالات يناير. الصفقة دي قيمتها المادية بلغت 121 مليون يورو كمبلغ أساسي، واللاعب يعتبر نجح بشكل كبير وأصبح أساسي في خط وسط الفريق بعد انتقاله. فيليبي كوتينيو، اللاعب اللي انتقل من ليفربول الإنجليزي لبرشلونة الأسباني في صيف 2018 في صفقة قيمتها المادية بلغت 135 مليون يورو. مسيرته واجهت صعوبات كثيرة جدا ولم يحقق النجاح المطلوب مع الفريق على الإطلاق بالنسبة لقيمة الصفقة المدفوعة. أغلى صفقتين في تاريخ كرة القدم لنفس الفريق وفي نفس الصيف. صيف 2017 باريس سان جيرمان تعاقد مع كيليان امبابي من موناكو بصفقة قيمتها المادية بلغت 180 مليون يورو، من أنجح الصفقات بالرغم من المبلغ الكبير. امبابي ثبت نفسه بشكل كبير ويعتبر حاليا من أفضل لاعبي العالم إن لم يكن أفضلهم. أما الصفقة الثانية فكانت من برشلونة الأسباني نيمار، أغلى صفقة حتى الآن في تاريخ سوق انتقالات كرة القدم، اندفع فيه من باريس سان جيرمان 222 مليون يورو. كل نجاحاته مع باريس سان جيرمان كانت محلية ولم يستطع تحقيق أي نجاحات قارية مع الفريق قبل مغادرته للفريق وانتقاله للمملكة العربية السعودية لنادي الهلال. سوق كرة القدم أصبحت تدفع فيه أموال لا تعد ولا تحصى. من وجهة نظرك يا صديقي، هل يستحق هؤلاء اللعيبة هذه الأموال؟ انتظر رأيك في التعليقات وانتظر مشاركتك الفيديو مع أصدقائك. شكرا لك على الاستماع.